عايزين بقى تاكلوا شويه قرص طريه طعمهم حلو جدا، قوامها مظبوط، تكون هشه كده وطريه. هقول لكم النهارده على كل الخطوات عشان تطلع معاكم بالشكل ده، قرص طريه وهشه، وكمان عجينه قوامها مظبوط ومش بتشقق خالص وقت العجن. بصراحه دي من احلى واسهل الطرق اللي هتعملوا بيها القرص، هتطلع معاكم كمان مظبوطه من اول مره. مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدا فيديو النهارده، لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. تعالوا على طول نشوف الطريقه والمقادير. هنعمل القرص النهارده باللبن الرايب، بيدي نتيجه حلوه جدا للقرص، بيخليها تطلع معانا طريه كده وهشه. في البدايه هنحتاج كوبايه لبن رايب، هنزود على اللبن الرايب نص كوبايه ميه دافيه، وهزود كمان ربع كوبايه سكر، ونص كوبايه زبده على زيت. ونقدر نستبدل الزبده بسمنه، يعني نقدر نستخدم نص كوبايه زبده على زيت او سمنه على زيت. معلقه كبيره من الخميره الفوريه وزنها هيكون 10 جرام. وهبدأ بقى اقلب المكونات دي مع بعض كويس جدا كده لحد ما نتأكد ان السكر والخميرة دابوا كويس مع اللبن. تقدروا في الوقت ده كمان تستنوا على الخميرة لحد ما تتأكدوا ان هي نشطة. خلصنا التقليب، هنرفع بقى المضرب اليدوي وهنبدأ ننزل بالدقيق. هنحتاج النهاردة 4 كوبايات او 4 كوبايات ونص حسب احتياج العجينة. في الاول بضيف حوالي نص كمية الدقيق، وبضيف عليهم نص معلقة صغيرة ممسوحة من الملح. وهنبدأ بقى نعجن بايدينا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة بس ننزل بالدقيق بتاعنا على مراحل كده بالتدريج، عشان العجينة تطلع معانا ناعمة وطرية. اول ما كمية الدقيق اللي قدامنا كلها تختفي كده، بضيف بقى كمية الدقيق الباقية، وهكمل العجن حوالي كمان 5 أو 7 دقايق. تقدروا بقى تستخدموا العجان، بس اهم حاجة في العجينة عشان توصلوا للقوام اللي انتوا شايفينه ده، نضيف الدقيق بتاعنا بالتدريج. نعجنها بقى كويس جدا لحد ما نوصل للقوام ده. العجينة بتكون طرية كده وناعمة، وفي نفس الوقت مش بتلزق. شايفين قوام العجينة عامل ازاي؟ القوام بتاعها مظبوط جدا، العجينة ناعمة وطرية في نفس الوقت مش بتلزق. اضافة الزبدة كمان للعجينة بتفرق معانا جدا في القوام، بتخلي القوام بتاع العجينة ممتاز، وبتدي طعم حلو قوي للقرص. بيفرق معانا كمان في قوام العجينة وطريقة العجن. اعجنوها بالطريقة دي والعجينة هتطلع معاكم ممتازة، مستحيل هتشقق معاكم. نحط في الطبق بس مسحة زيت بسيطة كده، ونحط العجينة ونغطيها ونسيبها لحد ما تخمر وحجمها يتضاعف. هنسيبها تقريبا كده ساعة لحد ما حجمها يتضاعف بالشكل ده. قبل ما نبدأ نشكل العجينة لازم نفضي الهواء اللي في العجينة كويس. نلم العجينة كده على بعض وبعدين هنبدأ نشكلها. بنحط العجينة كده قدامنا وهنبدأ ناخد منها قطعة قطعة. طبعا تقدروا تتحكموا في حجم القرص، أصغر من كده أو أكبر من كده براحتكم. ناخد كده قطعة بحجم البيضة الصغيرة ونبدأ نشكلها بالشكل ده، ندخل أطراف العجين لجوه وبعدين نكورها في إيدينا. وبعد ما بنخلص طبعا هنحطهم على صينية تكون مدهونة بالزيت. ناخد قطعة العجين ندخل أطرافها لجوه بالشكل ده، وبعدين نبدأ نكورها. هوريكم برضو لو حابين تعملوا القرص بالعجوة هتحشوها ازاي. بناخد بقى قطعة العجينة وبعدين بنلم أطرافها لجوه بالشكل ده، ونبدأ نفردها في ايدينا ونحط جوه منها الحشوة. تقدروا بقى تحشوها جبنة أو عجوة أو ملبن براحتكم خالص. نحط جوه منها العجوة كده وبعدين نقفل أطراف العجينة على بعض كويس، ونتأكد كمان ان احنا قفلنا أطراف العجينة على بعض كويس عشان ما تفتحش معانا بعد الاختمار. هعمل معاكم واحدة كمان. بناخد قطعة العجين ندخل أطرافها لجوه، وبعدين نبدأ نفردها بإيدينا بالشكل ده، ونحط بقى جوه منها العجوة ونقفل على العجوة كويس. وهبدأ أكورها مرة تانية في ايديا كويس جدا. طبعا واحنا بنحطهم على الصينية كده لازم نسيب مسافة بين كل واحدة والتانية، لأن طبعا لسه هنفرد القرص وكمان لسه هيخمروا وحجمهم هيتضاعف. بيعملوا بقى معانا كمية كبيرة جدا من القرص، يعني من 4 كوبايات ونص دي بتعملوا كمية كبيرة جدا زي ما شفتوا معايا في أول الفيديو. بخلصهم بقى كلهم بنفس الطريقة، وزي ما اتفقنا هنرصهم على صينية مدهونة بالزيت، وبنسيب مسافة بين كل واحدة والتانية. نسيب العجينة ترتاح حوالي 5 دقايق كده، وبعدين هنبدأ نفردها بإيدينا بالشكل ده. نضغط على القرص كده بكل سهولة بنلاقي العجينة اتفردت معانا.
وبعد ما بنخلص خالص هنغطيهم بقى ونسيبهم يخمروا للمرة التانية لمدة ربع ساعة لحد ما حجمهم يتضاعف. وفي الوقت ده كمان لازم نشغل الفرن عشان يسخن من قبلها. بالنسبة بقى معانا لآخر حاجة وأهم خطوة، وهي خطوة التسوية، عشان القرص تطلع معانا طرية كده وكمان تفضل محافظة على الطراوة لأطول فترة. طبعا بنشغل الفرن قبلها عشان يسخن بحوالي 10 دقايق، وهندخل القرص فرن سابق التسخين زي ما قلنا على درجة حرارة 200. الفرن يكون شغال من تحت بس. اول ما القرص تبدأ تاخد لون ذهبي من تحت بنطفي عليها من تحت وهنولع عليها الشواية عشان تاخد اللون الجميل ده. مش هتاخد معانا في الفرن اكتر من 10 دقايق، يعني بالكتير قوي 8 دقايق كده وبنلاقيها استوت. اول ما نخرج القرص بقى من الفرن بيبقى مجهزين كده بخاخ ميه او بايدينا كده عادي، نديلها رشه ميه بسيطه جدا وهنغطيها بفوطه. نسيبها بقى متغطيه بفوطه لمده 10 دقايق. تطلع معانا طريه بقى وهشه وطعمها يجنن، وكمان بتفضل محافظه على طراوتها لاطول فتره. العجينه نفسها ممتازه، كانت طريه جدا وكمان ما شققتش معانا واحنا بنعجنها لان عجناها بطريقه مظبوطه. هتجربوها بنفس الطريقه كده وبصراحه هتاكلوا احلى شويه قرص. اضافه الزبده كمان لعجينه القرص هتفرق معانا جدا في الطعم وفي القوام. شايفين بقى شكلها حلو قد ايه، وشايفين قد ايه طريه كده لما بضغط عليها. سكرها مظبوط جدا، وكمان ينفع تحشوها حشوات حلوه وحشوات حادقه. جربوها بنفس الطريقه كده وانا متاكده ان هي تعجبكم جدا ان شاء الله. كمان هسيب لكم كل المكونات مكتوبه في صندوق الوصف تحت الفيديو. وبس انا كده خلصت فيديو النهارده. بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. بشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه. لو عايزين تعملوا معجنات سهلة وسريعة للفطار واللانش بوكس وكمان الأطفال هيحبوها، يبقى لازم تجربوا وصفة النهاردة هنعمل ميني كرواسون أو مولتو بطريقة سهلة وبدون أي تعقيد خالص، والنتيجة بقى بتطلع رهيبة، بيطلع هش وطري ومورق من جوه وكمان طعمه وريحته في منتهى الجمال. وغير كده كمان مكوناته اقتصادية وهنعمله النهاردة بطريقة سهلة جدا. تابعوا معايا الفيديو للنهاية وإن شاء الله تستفادوا. مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. تعالوا على طول نشوف الطريقة والمقادير. تعالوا أول حاجة نبدأ نعمل العجينة. هنحتاج كوباية من الحليب الدافي. بالنسبة لحجم الكوباية اللي أنا هستخدمها النهاردة هستخدم كوباية بحجم 250 مللي. هضيف على الحليب ربع كوباية سكر. معايا كمان بيضة فاصلة الصفار عن البياض. البياض هنحطه في العجينة والصفار هنغطيه ببلاستيك راب وهنحطه في التلاجة عشان في الاخر خالص هندهن بوش الكرواسون. واضافة البيض للعجينة خطوة اختيارية وتقدروا تستغنوا عن الخطوة دي خالص. وهنضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وتلت كوباية زيت، وهزود كمان رشة ملح صغيرة ومعلقة كبيرة من الخل. اخر حاجة بقى اللي بتدي للكرواسون ريحة حلوة جدا هنضيف ظرف فانيليا او نص معلقة صغيرة من الفانيليا. وهبدأ اقلب المكونات مع بعض كويس جدا لحد ما نتأكد ان السكر والخميرة دابوا كويس مع الحليب. هنشيل بقى المضرب اليدوي وهبدأ اضيف الدقيق. هننزل بالدقيق بتاعنا على مراحل. هنحتاج من 3 كوبايات ل 3 كوبايات ونص حسب ما العجينة هتحتاج معانا دقيق قد ايه. بالنسبة لنوع الدقيق اللي انا استخدمت دقيق جميع الاغراض. هنضيف الدقيق وهنبدأ نعجن كويس. زي ما اتفقنا هنضيف الدقيق على مراحل ونعجن كويس جدا حوالي 7 أو 10 دقايق كده عجن متواصل لحد ما نوصل لعجينة القوام بتاعها هيكون طري وملمسها ناعم ومش بتلزق. ده قوام العجينة بعد ما عجنتها كويس. عجنتها حوالي 10 دقايق كده، اخدت معايا بالظبط 3 كوبايات ونص من الدقيق. هنلم العجينة ونحط في الطبق كده مسحة زيت بسيطة وهنغطي العجينة ونسيبها لحد ما تخمر وحجمها يتضاعف. هنغطيها الاول ببلاستيك راب وبعدين نغطيها بفوطه ونسيبها تقريبا ساعه كده لحد ما حجمها يتضاعف. ده شكل العجينه بعد ما خمرت. انا سبتها تقريبا ساعه وحجمها اتضاعف بالشكل ده. هنبدا بقى نفضي الهواء اللي في العجينه وهناخدها عشان نشكلها. وبعد ما بنفضي الهواء اللي في العجينه بنحاول بقى نلمها مره تانية كده بنكورها، وبعدين هبدا اقسمها ل4 اجزاء متساويه.
وهناخد بقى كل جزء من العجينة نحاول نكوره بالشكل ده. بندخل اطراف العجين لجوه وبعدين نبدأ نكورها على السطح اللي قدامنا، عشان لما نيجي نفرد العجينة يبقى اطرافها متساوية كده وشكلها حلو. وبعد ما بنخلص هنحطهم كده في طبق ونغطيهم بكيس بلاستيك او بلاستيك راب، وهنبدأ ناخد منهم واحدة واحدة عشان نفردها. اهم حاجة بس نغطيهم ببلاستيك راب او بكيس بلاستيك عشان وش العجين ما ينشفش. هنبدأ نفرد اول واحدة، بنحط فوق وتحت العجينة رشة دقيق بسيطة، وهنبدأ نفردها بسمك متوسط، سمكها ما يكونش تخين قوي ولا رفيع قوي، تقريبا كده بسمك نص سنتي. وبعد ما فردت العجينة بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، هنبدأ بقى نقسمها لأربع أجزاء، وبعد كده هنقسمهم بقى لمثلثات متساوية. وفي الآخر بنيجي بقى على طرف العجين كده بنعمل فتحة صغيرة. دلوقتي هنبدأ نحط الحشوة. أنا هحشيها كده بالشوكولاتة، استخدمت شوكولاتة قطعتها لقطع صغيرة. تقدروا بقى تستخدموا اي حشوات تانية تحشوها مثلا بجبنة مثلثات او جبنة كريمي او مربى او نوتيلا، بس لو هتستخدموا مربى او نوتيلا لازم تقفلوا اطراف العجين كويس على الحشوة. بعد ما بنحط بقى الحشوة جوه العجين هنبدأ نلف رول بالشكل ده، بيدينا بقى الشكل الحلو ده، شكل المولتو او شكل الكرواسون. في الوقت ده كمان بجهز بقى صينيه مدهونه بالزيت وببدا ارص فيها الكرواسون. اهم حاجه كده واحنا بنرص في الصينيه بنسيب مسافه بين كل واحده والتانيه، عشان طبعا لسه هيخمر وحجمه هيتضاعف. شايفين بقى شكله حلو قد ايه؟ قطعه العجين التانية هنفردها برضو بنفس الطريقه، بنفردها بسمك نص سنتي، وهنبدا نعملها على شكل مثلثات بالشكل ده، وهنحط على اطراف العجين الحشوه. المره دي بقى هنحشيها بالجبنه المثلثات، نقطعها كده قطع صغيره وبنحطها على طرف العجين، وبعدين نبدا نلف رول بالشكل ده. الطريقه بتاعته سهله جدا وبسيطه ومش معقده خالص، وكمان النتيجه بتاعته حلوه قوي. خلصهم بقى كلهم بنفس الطريقه، وزي ما اتفقنا بعد ما بنخلص هنرصهم على صينيه تكون مدهونه بالزيت، وبنسيب مسافه بين كل واحده والتانيه. وبعد ما بنخلص خالص هنغطيه بقى بفوطه ونسيبه لمده تلت ساعه او لمده نص ساعه لحد ما يخمر وحجمه يتضاعف. هنجهز بقى صفار البيضه اللي احنا شلناه في الاول، هنزود عليه معلقتين كبار من الحليب وكمان ظرف فانيليا او معلقه خل. اضافه الخل والفانيليا بتشيل زفاره البيض خالص، يا اما بقى نضيف لصفار البيضه خل او فانيليا، معلقه خل كده كبيره او فانيليا. هنقلب بقى صفار البيضه والحليب والفانيليا مع بعض كويس، وهنبدا ندهن بيهم وش الكرواسون. وتقدروا كمان تستغنوا عن الخطوه دي خالص وتدهنوا وش الكرواسون بحليب بس. نحاول كمان ندهنه بالراحه جدا عشان منخرجش الهواء اللي دخل جوه العجينه. بالنسبه بقى للتسويه هندخل الكرواسون فرن سخن على درجه حراره 200، ونحطه في الرف الوسطاني، والفرن هيكون شغال من تحت بس. ياخد معانا بالظبط 10 دقايق وهنلاقيه استوى. وفي الاخر خالص بنولع عليه الشوايه عشان ياخد لون ذهبي من فوق. عايزه اقول لكم بقى ان هو بيعمل كميه كبيره جدا، من تقريبا نص كيلو دقيق عملنا في حدود 70 وحده كرواسون. وبعد ما بنخرج بقى الكرواسون من الفرن هنديله كده رشه ميه وهنغطيه بفوطه وهنسيبه متغطي لمده 5 دقايق. بيطلع بقى معانا طري وهش جدا وطعمه في منتهى الجمال. جربوه بنفس الطريقه كده وانا متاكده ان هو هيعجبكم. الناس اللي وصلت معانا لحد هنا في الفيديو يا ريت ما تنسوش تدعوا لاهلنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم ان شاء الله ويثبت اقدامهم. ان شاء الله كمان هسيب لكم كل المكونات مكتوبه في صندوق الوصف. وبس انا كده خلصت فيديو النهارده. بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.
الجو بقى برد وعايزين تعملوا حاجه تدفيكوا كده جنب كوبايه الشاي. النهارده بقى هنعمل شويه شوريك حلوين جدا بعجينه ممتازه خفيفه زي القطنه بالظبط. الشوريك طبعا من المعجنات الحلوه جدا، سهله التحضير وكمان مكوناته بسيطه ومش مكلفه خالص. شايفين قد ايه التسويه بتاعته مظبوطه جدا، واخد لون موحد كده من كل الجوانب، والعجينه نفسها مورقه من جوه وطريه وعامله زي القطنه بالظبط. تابعوا معايا الفيديو للنهايه وان شاء الله تستفادوا. مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدا فيديو النهارده، لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. تعالوا على طول نشوف الطريقه والمقادير. تعالوا بقى نبدا. اول حاجه نعمل العجينه طبعا بسيطه جدا، ما فيهاش لا حليب ولا زبادي ولا اي مكونات صعبه، وكمان ما فيهاش زبده خالص. هنعملها النهارده بزيت وشويه مكونات بسيطه جدا. هنحتاج اول حاجه كوبايه من الميه الدافيه. الميه تكون دافيه حاجه بسيطه عشان لو سخنه زياده تبوظ لنا الخميره ومش هتخليها تتفاعل. هنزود عليها تلت كوبايه سكر، وهزود عليهم كمان معلقه كبيره من الخميره الفوريه وزنها 8 جرام، 3 معالق كبيره من حليب البودره، وهزود عليهم كمان بيضه، وتلت كوبايه زيت، وهزود كمان ظرف فانيليا او نص معلقه صغيره من الفانيليا. الفانيليا طبعا بتدي نكهه حلوه جدا للعجينه. هنقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس جدا لحد ما نتاكد ان كلهم مختلطوا ودابوا مع بعض كويس. بعد كده هنبدا بقى نضيف الدقيق. هنحتاج النهارده 4 كوبايات ونص لحد 5 كوبايات، يعني حسب ما العجينه هتحتاج معانا دقيق قد ايه. وده طبعا بيتوقف على نوعيه الدقيق اللي احنا بنستخدمه، لان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني في امتصاصه للسوائل. هضيف بقى الاول كده شويه دقيق حوالي نص الكميه، وهزود عليهم نص معلقه صغيره من الملح. وهنبدا بقى نعجن بايدينا او بالسباتيولا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نقدر كمان نستخدم العجان. بنحط كل المكونات على بعضها في العجان، نشغل عليهم العجان حوالي 7 أو 10 دقايق كده لحد ما العجينه تتعجن كويس. شايفين قوام العجينه بقى عامل ازاي؟ هنزود بقى كميه الدقيق الباقيه، وهبدا اكمل عجن حوالي 10 دقايق كمان، عجن متواصل لحد ما نوصل لعجن القوام بتاعي يكون طري وناعم وفي نفس الوقت مش بتلزق. استخدمت في الاول 4 كوبايات ونص دقيق، وحسيت ان العجينه محتاجه كمان شويه دقيق وبتلزق شويه، فزودت لها كمان نص كوبايه. دلوقتي انا عجنتها كويس حوالي 10 دقايق، ده القوام بتاعها. العجينه ما شاء الله ممتازه جدا، ملمسها ناعم وطريه وفي نفس الوقت مش بتلزق. شايفين قوامها عامل ازاي؟ هنحط بقى في الطبق كده مسحه زيت، ونحط العجينه ونديلها برده من على الوش كده مسحه زيت، وهنغطيها ببلاستيك راب ونغطيها بفوطه ونسيبها لحد ما تخمر وحجمها يتضاعف. لو عايزينها بقى تخمر بسرعه بما ان الجو برد يعني، فهندفي كده فرن البوتاجاز حوالي 5 دقايق، وبعدين بنطفي النار وبنحط العجينه جوه الفرن. هتاخد معانا بالظبط كده ساعه وهنلاقيها خمرت وحجمها اتضاعف. وبعد ما بيعدي ساعه حجمها يكون اتضاعف بالشكل ده. هنبدا بقى نفضي الهواء اللي في العجينه وهناخدها عشان نشكلها. شايفين ما شاء الله قوام العجينه عامل ازاي؟ القوام بتاعها ناعم جدا وعامله زي القطنه بالظبط. تعالوا بقى دلوقتي عشان نبدأ نشكل العجينة. هناخد العجينة كده نقسمها الأول على قطعتين، وهناخد بقى كل قطعة من العجين نقسمها ل7 أو 8 قطع بحجم بعض، حسب طبعا ما احنا عايزين بقى الشريك بتاعنا حجمه صغير أو كبير. أنا قسمتهم تقريبا ل 14 قطعة بحجم بعض. بعد ما بنقطعهم هنغلفهم كويس جدا بكيس بلاستيك أو بلاستيك راب كده، وبنسيب واحنا بنشتغل في العجينة لازم نسيبها متغطية عشان طبعا وش العجين بتاعنا ما ينشفش وما يعملش كده طبقة قشر من على الوش. بالنسبه بقى لتشكيل الشريك مفيش اسهل منه. بناخد قطعه من العجينه كده نفردها على ايدينا وبنحاول نلمها او نضمها على بعض، وبنبدا نبرم فيها او نلفها بالشكل ده. نفضل بقى نلف فيها كده لحد ما تبقى السمك بتاعها رفيع زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما بنخلص بنلف العجينه على بعض بالشكل ده، وبناخد بقى طرف العجينه اللي في الاخر بندخله كده تحت الشريك عشان يبقى شكله حلو. هعمل معاكم واحده كمان. ناخد قطعة العجين بنلم اطرافها على بعض كويس جدا، وبعدين نبدأ نلف فيها او نبرمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنفضل بقى نلف فيها لحد ما تطول معانا وحجمها يبقى رفيع. بعد كده بنلفها على بعض، وطرف العجين اللي في الاخر ده بندخله كده تحت العجينة. شايفين شكلها حلو قد ايه؟ الطريقة بتاعتها سهلة جدا ومش هتاخد مننا اي وقت خالص.
هعمل معاكم واحده تانية. اهم حاجه بس في الاول كده نقفل اطراف العجينه على بعض كويس عشان ما تفتحش معانا وكمان يبقى شكلها حلو. بعد كده نبدا بقى نلف في العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكل ما بنلفها كده ده بينعم العجينه وبيخلي وشها يطلع معانا ناعم والشريك بتاعنا يطلع شكله حلو. بخلص بقى كل كميه الشريك بنفس الطريقه، وبعدين باخدهم بحطهم على صينيه بتكون مدهونه بالزيت. هنحط بقى الشريك بتاعنا على صينيه مدهونه بالزيت، ولازم نسيب مسافه بين كل واحده والتانيه لان طبعا الشريك لسه هيخمر وحجمه هيتضاعف عشان كمان ما يلزقش في بعضه كده ويطلع شكله حلو. دلوقتي هنغطيهم بفوطه ونسيبهم لحد ما يخمروا وحجمهم يتضاعف. هنسيبهم تقريبا كده 40 دقيقه لحد ما حجمهم يتضاعف. بعد ما بيعدي 40 دقيقه بيكون حجمهم اتضاعف بالشكل ده. بنجهز بقى شويه حليب كده صغيرين وهنبدا ندهن بيهم وش الشريك. وتقدروا كمان تدهنوه بصفار بيضه مع معلقه حليب وشويه فانيليا. وفي الاخر خالص بعد ما بندهنه كده بالحليب بحط على وشه كده رشه من السكر. السكر طبعا هيتكرمل وهيدي لون حلو جدا للشريك وكمان بيديله طعم حلو جدا. بالنسبه بقى لاخر مرحله وهي مرحله التسويه، عشان دي اهم حاجه في اي معجنات عشان المعجنات بتاعتنا تطلع طريه كمان وما تنشفش. هندخل الشريك على فرن سابق التسخين على درجه حراره 200. هنحطه في الرف الوسطاني والفرن هيكون شغال من تحت بس. هياخد معانا تقريبا 10 دقايق او 12 دقيقه بالظبط وهنلاقيه استوى. في الاخر خالص بنولع عليه الشوايه عشان ياخد لون ذهبي من فوق، وفي الوقت ده بنفضل بقى نحرك الصينيه شمال ويمين كده عشان ياخد لون من كل الجوانب. بعد ما بيخرج بقى من الفرن وهو لسه سخن بنغطيه بفوطه وهنسيبه متغطي لمده 5 دقايق. طبعا الخطوه دي مهمه جدا في اي معجنات، لازم نغطيها بفوطه بعد ما بنخرجها من الفرن على طول. ده بيساعد ان المعجنات بتاعتنا تطلع طريه وكمان بتحافظ على الطراوه بتاعتها لاطول فتره. شايفين شكله حلو قد ايه؟ عايزه اقول لكم بقى ان الريحه بتاعته طالعه تجنن، ريحته حلوه جدا. الشريك نفسه خفيف جدا وطري وعامل زي القطن بالظبط. تقدروا بقى تقدموه زي ما هو كده ساده بدون اي اضافات خالص. تاكلوه كده جنب كوبايه شاي، طعمه حلو جدا. وتقدروا كمان تدهنوا وشه كده بشويه من العسل او شويه مربى. في كل الحالات طعمه حلو جدا. جربوه بنفس الطريقه كده وبنفس المكونات وانا متاكده ان هو هيعجبكم. وبعد ما بنخلص بقى الشريك بتاعنا بنحطه كده في كيس بلاستيك عشان يفضل محافظ على الطراوه بتاعته لاطول فتره. تقدروا كمان تحتفظوا بيه في الفريزر. بتحطوه في كيس بلاستيك بتدخلوه الفريزر، وقبل الاستخدام بتطلعوه قبلها بنص ساعه. بالنسبه لحجم الكوبايه اللي انا استخدمت كوبايه معياريه بحجم 250 مللي. هسيب لكم بقى كل مكونات وصفه النهارده مكتوبه في صندوق الوصف تحت الفيديو. وبس انا كده خلصت فيديو النهارده. بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.